انت بتدخن ليه؟ السؤال الاهم مش عارف تبطل ليه؟ دول السؤالين. انت بتدخن لان فعلا احسن انتي ستريس طلع هو النيكوتين، ما طلعش زيه. يقول لك الدكتور حسام موافي بيعمل دعايه للسجاير. انا بقول لك الواقع. انت راجل متعلم، عايز تعرف دي بتعمل ايه ضد الاسترس. انتي ستريس ضد الاسترس. حضرتك ما تلاحظش ان في المياتم امتحانات وانترفيو السجاير تزيد لان الاسترس زاد وهو بياخد قرص. لكن لما يكون المقابل سرطان وفشل تنفسي استمر؟ طب مش يبقى حرام عليا؟ التدخين يا عبد الله جريمه. لو انا مسؤول اقفل مصانع السجاير من بلدي، اقفلها. ده رقم واحد. رقم اتنين، يوم القيامه هتتسأل سؤالين: فلوسك راحت فين؟ ربنا جامع لك بقى في عداد فوق بيجمع الفلوس، يقول لك انت صرفت 700,000 جنيه على السجاير وابنك كان عايز جزمه ما جبتهالوش. جاوب. التاني، انا مديك رئه زي الفل، بوصل ليه؟ اذا ابنك لو اديته حاجه البشه الصغاليه وراح حاططها في البني ولا رميها بتزعل منه. ربنا مديك رئه زي الفل، اضعف عضو في الجسم الرئه، لا يتحمل اي شيء. ما يتحملش حمام تربيه في بيتك، حمام ما يتحملهاش. تراب هيتحمل سجاير؟ فالسجائر التدخين جريمه، جريمه بكل ما تحوي هذه الكلمه من معاني. وبعدين هيقول لي ما انا مش عارف ابطل. بالسؤال التاني بقى، انت بتدخن ليه؟ لان ده بيست انتي ستريس. فعلا التدخين بيضيع الاسترس، فمش عارف تبطل ليه؟ تعريف الادمان اتغير. كان زمان تعريف الادمان الماده اللي باخدها لو بطلتها تيجي لي اعراض اسمها اعراض انسحابيه قد تودي بحياتي. عشان كده المدمن من مواد معينه ما ينفعش يبطل لوحده، لازم يخش المستشفى عشان ما يموتش. التعريف اتغير، قالوا اي ماده في الدنيا يبقى لها مستوى في الدم بقيت مدمن لها. السجاير كانت عاده زي القهوه والشاي، دخلت مع الادمان. لماذا؟ لان النيكوتين عامل مستوى في الدم. يعني ايه مستوى في الدم؟ يعني اخد لك عين الدم او دي المعمل يشوف لي النيكوتين كام، يطلع لي رقم. بينما اللي مش مدخن الرقم صفر.